السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة أجمل صينية سردين. طريقتها سهلة وبسيطة وبإذن الله هتعجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك، ويلا بينا على الطريقة. محضرة 1.5 كيلو من سمك السردين البلدي ومنضفاه وغسلاه كويس، وانتهزوا فرصة إن ده الموسم بتاعه هاتوه، لأن من نادر جدا لما بتعتري على السمك السردين البلدي. ونبتدي نجهز الخلطة بتاعته. هكون محضرة معلقة كبيرة من الكمون المطحون، وهوريكم ازاي بننضف التوابل وبنطحنها، وهحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. ومعايا معلقة كبيرة من الكزبرة المطحونة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون، ومعلقة صغيرة بابريكا، وربع معلقة صغيرة كركم. وهنضيف الملح، والملح على حسب الرغبة. أنا ضفت معلقتين صغيرين ملح، و3 مكعبات من التوم. وطريقة تخزين التوم هحط لكم الروابط بتاعته في صندوق الوصف. وهنزل بربع كوباية من عصير الليمون، وابتدي اقلب التوم كده وافكه من بعض، لان مكان ما كنت حافظاه في الفريزر. واقلب التتبيلة كلها مع بعضها، وهنزل عليه بشوية زيت. وهكون مقطعة نص قرن فلفل حامي، وده على حسب الرغبة، لو انتي مش بتحبيه خلاص استبعديه. واقلبهم كلهم مع بعض. بعد كده تيجي اجيب السمك واكون مصفياه من المية مكان ما غسلته، وهحطه في التتبيلة، واقلبهم كلهم مع بعض كويس. واغطيه واحطه في التلاجة لمدة ساعة. وهبتدي احضر الصينية اللي هسوي فيها السردين. هنزل بشوية زيت، وابتدي اوزع الزيت في قلب الصينية. وهكون محضرة بصلة كبيرة ومقطعاها شرايح، وابتدي اوزع شرايح البصل في قلب الصينية. كده خلاص عدى ساعة على السمك وهو في التتبيلة، لان كل ما يقعد كل ما يشرب من التتبيلة كل ما طعمه يبقى احلى. هبتدي اوزع السمك فوق شرايح البصل. وتتبيلة السمك اللي باقية معايا في الطبق هبتدي اوزعها فوق من السمك. وانا مشغله فرن البوتاجاز من بدري علشان اول ما اخلص صينيه السردين ادخلها الفرن. وهكون مقطعه الليمون شرايح رفيعه، وابتدي اوزعه فوق من السمك. اخر حاجه هعصر عليه ليمونايه، لان السردين بيحب الليمون الكتير، وادخله الفرن عشان يستوي. وما بضيفش اي ميه، هو السمك بينزل الميه بتاعته وبيرجع يشربها تاني، لان هو اساسا ما بياخدش سوا. وده شكله بعد ما استوى وخرج من الفرن. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا لي لايك، واشوفكم على خير.